كبيره الى رشيد طاسي. رشيد، مباراة قلب، مباراة الرجال كانت اليوم. رحمة الله سبحانه وتعالى، وهذا يمكن سال بآية قرآنية كما قال: فإن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. وهذه استمتها من صاحب جلاله البارح في البرلمان فاش قالها، وقلتها للاعبين كذلك. فاحنا مشينا تحت الرساله السديده، فكنهنيو صاحب جلاله وكنهنيو الجمهور المغربي كله، لان هذا الجمهور اللي هنا ما كرهتش انا عند كل واحد، وهذا هديه كبيره لهم وهذه لكل المغاربه ان شاء الله. ولكن في نفس الوقت كنهني اللاعبين على الاستماته والوقت اللي باش يلعبوا، لان فعلا هذه نواه ديال الفريق المستقبلي ان شاء الله، الفريق الوطني فاعل جديد، فخصهم يزيدوا يساندونا، وحنا ان شاء الله غادي ان شاء الله نكبروا من شان هذا البلد ان شاء الله. نعم رشيد في اللحظه اللي كان المنتخب الوطني المغربي متقدم بهدف مقابل شيء، ربما الضغط ارتفع اكثر، لكن كان مجموعه ديال التغييرات، خصوصا دخول السعيدي، كذلك اشراك ياجور، اشراك مرابط، اشياء غيرات. كيفاش شتي الرؤيه وكيفاش تعامل رشيد مع هذه المقابله، خصوصا انها كانت حساسه وفيها فرق ديال جوج الاهداف؟ فتظهر لي بان وانا مازال سخون غادي يمكن نكون هذا، ولكن الحمد لله هادو سيناريوهات هيئنا لهم، يعني ما جاش من عبث، سيهينا لهم في حصص تدريبيه، وكل اللاعبين كانوا مستعدين، لان حتى اللاعبين كانوا كانوا مستعدين، وهذا الاستعداد الذهني كان جد مهم، لان السعيدي هيئته بانه ملي غيدخل غيعطي اضافه، هيئت كذلك ياجور باش يدخل ويعطي اضافه، هيئت كذلك امراض باش يدخل اضافه، ولا احد كان عارف التكتيك الاساسيه الى اخر دقيقه، ولكن اللاعبين كلهم كانوا مستعدين، والدليل بانه اللاعب الاحتياطي في المنتخب الوطني مش احتياطي، اللاعب دائما كيعطي اضافه. المحطه المقبله رشيد تاهلنا لكاس افريقيا، خلينا نفرحوا ان شاء الله، طموح كبير ان شاء الله، فنتمنوا مع الجمهور نتاهلوا كاس العالم ان شاء الله.